مضوني على استمارة 6 اول ما رحت استلم الشغل. في بعض الشركات اللي مش نظيفة، مش عايزين نقول الفاظ تانية، بتمضي العمال على استمارة 6 علشان يقدروا يتخلصوا منهم في اي وقت هم عايزينه كما يتراءى ليهم. طيب لو انا مضيت على استمارة 6 وانا بستلم الشغل، المفروض اتصرف ازاي لو الشركة قلت معايا؟ اول حاجة لازم نخلينا عارفين نفرق بين حاجتين. لو الشركة اختارتني بطلب او بالاستمارة 6 والفصل، ففي الحالة دي من حقك تعترض على الاستقالة خلال اسبوع، وفي الحالة دي من حقك ان انت ترجع الشغل تاني، والاستقالة واستمارة 6 كأنهم لم يكنوا او كأنهم مش موجودين. طيب في الحالة التانية لو هم راحوا من نفسهم مالوا الورق ومالوا الاستمارة وكل حاجة وبرضه فصلوك، ففي الحالة دي برضه هيكون تصرف الشركة تصرف معيب نظرا لانها ما اتبعتش الاجراء القانوني، وهو اعلامك او اعلانك الاول بالاستقالة عشان لو كنت هتعترض عليها. ففي كلا الحالتين هيبقى الاستقالة اللي عاملاها الشركة دي هتبقى في شنك، ومن حقك ان انت ترجع عليهم بالتعويض لو مش هتكمل في الشغل. فولو لايك واستنوني في معلومة قانونية جديدة.